ده يوم في حياة شاب 16 سنة بيحاول يتحسن 1% في الدين والدراسة وشغله وكمان صحته النفسية. طبعا نبدأ أول حاجة بصلاة، عشان أنا مقتنع إنك لو بدأت اليوم صح كل حاجة هتمشي صح إن شاء الله. فيلا نصلي. بصوا يا جماعة، عشان مبقاش منافق أو رياء أو كده، فأنا دلوقتي هقرأ قرآن. بس بصراحة أنا دي الحاجة الوحيدة اللي فعلا محتاجة أتحسن فيها فعلا. فمعاكم دلوقتي بنبدأ نتحسن. أنا بدأت امبارح الصراحة قريت صفحتين. أنا كده بقرا يعني، بس كنت الفترة ديت مش كويس الصراحة. فنرجع نقرا تاني ان شاء الله مع بعض. ودلوقتي هقرا برضو صفحتين وبعدين نكمل يومنا. كده حاولت اتحسن الحمد لله، على الاقل 1% في القران وفي الدين ان شاء الله. وربنا يكتب لنا كلنا ان احنا نتحسن في الدين، ده اكتر حاجه. ونكمل باقي اليوم عشان ما تبقاش رياء. انا مش بقرا كل يوم، لسه بادئ امبارح الحمد لله. وان شاء الله مع بعض نقرا كلنا قران ونرجع نركز في الصلاه تاني، عشان حتى لو احنا كنا في غفله قبل كده او نسينا، فان شاء الله دي اهم حاجه لازم نهتم بيها اصلا. دلوقتي بقى ان شاء الله كده احنا نعمل شاي عشان نخش نذاكر بقى. عايزين نفرم الكتاب عشان في مصيبه هقولها لكم ساعتها بقى. احنا بقى كنا بنتكلم في حته انك تتحسن كل يوم 1%. طبعا الفكره هنا مش انك تحسن 1% ديت 1% بس، يعني انت لو تقدر تتحسن اكتر من كده تتحسن. بس احنا بنقول كده ليه بقى؟ عشان اصلا معظمنا مش بيتحسن في يوم اصلا، فاهم ليه؟ مثلا صحي قعد على التيك توك لحد مثلا عدى نص اليوم، بعديها مثلا قام لو ذاكر ولا حاجه كده. وفي ناس ما بتذاكرش اصلا زيي لا باظ يعني بذاكر، بس اقل من حاجات تانية. في حاجات تانية بديها وقت اكتر، وده غلط. عايز ادي كله نفس الوقت. فمعاكم بنحاول لنا التجربة ان احنا نحاول نتحسن 1% حتى قدام. في الاخر كله بيجي بالتعود. وعلى فكرة انا عامل الفيديو ده وانا اصلا عيان، فاهم؟ دلوقتي بقى هناخد البرشامة ديت، برشامة بنادول. وعموما اصلا هو مفيش حد حياته كاملة. يعني اللي هيقول لك ان حياته كاملة دي يا اما عبيط يا اما بيستعبط يا اما يضحك عليك، فاهم؟ حتى اللي بتشوفهم على التيك توك وبتشوفهم على اليوتيوب وبتشوفهم على الحاجات دي، والله العظيم ما في حد حياته كامله خالص خالص. اسالني انا ادرى، اقسم بالله عارف. يعني عارف ناس كتير منهم فعلا والله العظيم بيعانوا وبيطلع عينهم عادي خالص، ومفيش اي حاجه من اللي هو ان هم عايشين بقى في رفاهيه وبتاع. يا نهار اسود، الشاي كله اتكب ما شاء الله العظيم. يعني انا عظمه فعلا، فاهم؟ يا نهار اسود. طبعا انا بعمل كل حاجه هنا. يعني بصوا عندي الترابيزه اهيت، فبنحطها كده هنا كده وبنمشي الدنيا كده لحد ما يجيبوا ترابيزه بقى عندنا. بس ده بس ما تشوفش اللي حصل دلوقتي ده، عشان هتهني. لو شافت اللي حصل ده هتهني فعلا. وانا ان شاء الله هشيله يعني، بس شويه كده. المشكله بقى ان انا بكره عندي درس عربي، ودلوقتي انا ما بعملش اي حاجه من الواجب خالص خالص. مش عارف بقى كنت بعمل ايه طول الاسبوع بصراحه. فده سؤال يعني نتسأل عليه، فربنا يكون في العون. بصوا يا جماعه، بصراحه انا مش من الناس اللي مغرمه بالمذاكره. يعني ما بتحبش تذاكر اصلا بصراحه، بس بحاول اذاكر عشان اتحسن 1% حتى في المذاكره، عشان انجح في الامتحان في اخر السنه بعد مرور ساعات كتير اخيرا خلصت مذاكره. طبعا النهارده والله العظيم تقدم عظيم. النهارده قعدت اكتر من 5 ساعات بذاكر. يا لهوي، ده انا اخر مره قعدت 5 ساعات دي كنت رابعه ابتدائي. يوم الاربعاء في رابعه ابتدائي، والله كان يوم مثلا 26 ولا حاجه كده في الشهر. يا لهوي، انت متخيل اقعد 5 ساعات بذاكر؟
ده ابداع فعلا، اقسم بالله مش تحسن 1%، تحسن 60% مثلا. انا ما ذاكرتش الاسبوع اللي فات كله 5 ساعات على بعض تقريبا، بس جامد. بعد كده انا اقدر دلوقتي ان انا اشوف اليوتيوب بقى. دلوقتي هتقول لي بقى انت بتعمل ايه في اليوتيوب؟ هقول لك ان انا باجي مثلا اشوف افكار للفيديوهات، امنتج حاجه. دلوقتي انا ما عنديش حاجه منتجها عشان ابقاش كداب مثلا نمسك لك اللابتوب وبتاع، انا ما عنديش حاجه منتجها. بس مثلا دلوقتي ممكن ايه اجيب مكان فكره فيديو مثلا، عشان برضه يبقى عندي ايه، عشان ابقى اعملهم بعد كده مثلا فلوجات تانية، تحديات، افكار، حاجه تحفيزيه، حاجه بتاع. فنشوف كام فكره فيديو دلوقتي، وكمان هنعمل حاجه تانية. هقول لك بقى دلوقتي حالا انا اصلا بدات اليوتيوب ليه. يعني انا بدات اليوتيوب عشان دي انا حاسس ان دي الحاجه الوحيده اللي فعلا بحس نفسي فيها، بحس ان انا مبسوط قوي وانا بعملها. يعني فاهم، انا دلوقتي بصور ومبسوط جدا، فاهم، بصور وانا عيان اصلا، بس انا مبسوط بجد والله العظيم. يعني مبسوط والدنيا حلوه، وحاسس ان ايه، في طاقه ايجابيه كده. فانا مؤمن ان في حياه كل واحد حاجه هو بيبقى بيحبها جدا وممكن توصله لنجاح كبير. اذا كان حاجه غير اليوتيوب مثلا بالنسبه لك انت، حاجه انا بالنسبه لي اليوتيوب بحسها جميله قوي وممكن توصلني لحاجه وبحبها فعلا. وبحب جدا اي حد بيتابعني، واحب لو حد داس لايك فدوس لايك، انا بقول لك دوس لايك يعني عشان نعلى مع بعض ونشترك بقى وظبطوا لي الدنيا. فانت اكيد برضو فيك حاجه مميزه جدا محدش يقدر يعملها غيرك، بس انت فكر وحاول تلاقي الحاجه ديت وحط في دماغك ان انت تعملها صح احسن من اي حد تاني. بس طبعا انا دلوقتي كده نازل اتمشى، فبصراحه بالنسبه لي التمشيه ديت من اهم يعني 14 حاجه في الحياه بجد. انك تتمشى مثلا، تنزل مع صحابك بتاع، حتى لو مش تنزل مع صحابك فاهم، يعني عادي لو حتى تنزل تتمشى مع نفسك، دي بتبقى حاجه جامده قوي، بتطلع الطاقه السلبيه كلها وبتطلع كل حاجه تقريبا وحشه فاهم، وبتصفي دماغك كمان، تخرجك من الضغوطات. يعني اي ضغوطات عندك بتخرجك منها فعلا. طبعا دلوقتي بتمشى، هو الطريق ده مش انسب حاجه للتمشيه بس هو لذيذ يعني فاهمني. بس انا اصلا كنت بروح جيم وكده، فانا مش هحاول اخلي عندي الاضاءه بس ثانيه. هو بقول لك كنت اصلا بروح جيم بس هو اتصبت في كوعي وبقالي شهر ونص ولا شهرين ايه قاعد في البيت. فان شاء الله نرجع كده كمان مثلا ايه اسبوعين مثلا يا رب، والله العظيم هصور لكم شويه فيديوهات موت. فاهم حاجه نتمشى والطاقه الايجابيه. فقول لي، انا بصراحه بحب اسمع ابي يوسف او فيروز وانا بتمشى كده فاهمني. شوف انت بقى بتحب تسمع مين وقول لي. الصراحه كده وانا بتمشى بحس بعظمه، عظمه فعلا، عظمه يعني فاهمني. وبحس باحساس الطاقه السلبيه بتروح وكل حاجه بتروح فعلا، تحس انك بتبدا من جديد فاهم. اصل الحياه ديت محتاجه انك تبدا من جديد كل يومين تقريبا. الجو جميل، وفي الاخر كده اهم حاجه انك تعمل جوك بنفسك فاهم. اصل الجو كده مش هيبقى حلو طول حياتك. يعني انت مفيش اماكن مثلا اللي هو تبقى جامده جدا، انت تعملها بنفسك تبقى جامده جدا فاهمني. يعني من الاخر كده انت اللي بتحل المكان، انت اللي بتعمل جوك بنفسك. وانا زي ما قلت لكم انا بحاول اتحسن لو 1% كل يوم، فاي حاجه بعملها بتخليني احسن بحاول اكررها تاني اليوم اللي بعديه، وان شاء الله لحد ما نوصل لل 100% ونتغير تماما ان شاء الله للاحسن كله. بس فمن هنا اقدر انهي الفيديو دوت. عاوزك تثق في نفسك وتطور نفسك، وانا كمان بجرب نجرب سوا. وقول لي تعليقك في الكومنت، هتبدا ايه، تبدا تغير ازاي. يلا سلام.